طيب ايه الفرق ما بين ال 3 دي فينيرز وال في اي بي فينيرز؟ السؤال ده يعني مضحك جدا، لان مفيش حاجه اسمها 3 دي فينيرز ولا في اي بي فينيرز. دي مسميات الدكاتره بتطلقها على الفينيرز بتاعتها، يعني بتطلقها بشكل دعائي. اشهر فينيرز اشتهرت في العالم العربي هي 3 ان فينيرز. مفيش حاجه اسمها 3 ان فينيرز ولا 3 دي فينيرز ولا في اي بي فينيرز. في حاجه اسمها اي ماكس فينير. الاي ماكس فينير هي الماده اللي بيتصنع منها الفينير. انا بقى قلت على الاي ماكس فينير دي، قلت عليها اي اسم يديها طابع دعائي حلو او يديها اهتمام من المريض، دي راجعه للدكتور. ولكن هل في حاجه في الطب او في العلم بيدرسها الطلبه في الكليات او في الماجستير او الدكتوراه اسمها 3 ان فينيرز، اسمها 3 دي فينيرز، اسمها في اي بي، ايا كان؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها فينيرز بتتصنع من ماده اي ماكس. ماده اي ماكس دي مشتقه من الزجاج، من ماده كيميائيه اسمها ليثيوم دايسيليكيت. ده الكلام الطبي او العلمي. اي اسم دعائي تاني ده بيستخدم علشان نجذب المرضى لموضوع الفينيرز، اشد انتباهه. اقول مثلا ان في اي بي دي مخصصه لناس معينه، ال 3 دي بتغطي الاسنان بشكل طبيعي، ال 3 ان دي رفيعه جدا. ولكن كل الكلام ده هو خصائص الفينيرز بشكل عام. فزي ما قلنا مفيش اسم مخصص لكلمه فينير غير اي ماكس فينيرز الماده المصنعه. مفيش ولا 3 دي ولا في اي بي ولا اي حاجه من الحاجات دي.